هذه التي نريد هذه الأيام. لا نريد ناس ربما يدعي أنه الداعي إلى الله أو المصلح الأوحد أو العالم الفريد في عصره، وربما يزعم بأنه لا ملتزم سواه في هذا الحي، لكن قلبه مليء بالحسد والغل والحقد. والرحمة بين المسلمين مفقودة في هذا الزمن إلا من رحم ربي. تعرف من المؤمن؟ تبي تعرف المؤمن؟ يقول عليه الصلاة والسلام من علامات أهل الإيمان، قال المؤمن إلف مألوف. يا الله، المؤمن مع أهل الإيمان يحب بسرعة. المؤمن إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. القلب القاسي، النفس القاسية، النفس المريضة، هذا ما في خير. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن هين لين، المؤمن بشوش. حب الأعمال إلى الله ما هي؟ سرور تدخله على قلب أخيك. هكذا المؤمن. ابحث عن نفسك، فكر، فتش، انظر للصالحين. هذا مالك بن دينار رحمه الله. تعرفون قصة توبة مالك؟ مالك بن دينار رحمه الله يوم من الأيام وضع يده على خده أو خده على يده، وكان في وسط البحر. رآه بعض أصحابه بعد صلاة العشاء وضع خده على يده وأخذ يتفكر وتدمع عيناه. أذن الفجر فوجدوه على نفس الحال. قالوا يا أبا عبد الله أما زلت على تلك الحال، نفس الحال من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر؟ قال نعم. هو ما انتبه. قالوا ماذا كنت تصنع؟ قال كنت أتفكر في الخلائق وموقفها بين يدي العزيز. من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ترى قلوب طاهرة، نفوس زكية. ترى لا تظن أنهم بلغوا ما بلغوا بكثرة العمل، لا، بلغوا بشيء وقر في القلب. النفس هي التي زكت. ولهذا أبو بكر لا تظن أنه أكثر من غيره في العمل، ربما يفوقه غيره في بعض الأعمال، لكن أبا بكر خير الأمة. ليش؟ شيء وقر في صدره في قلبه وصدقه العمل فبلغ المنزلة. هذه التي نريد اليوم. نريد أناس متواضعين، أناس الواحد فيهم أذلة على المؤمنين كما قال الله عز وجل. سمعت ببكر بن عبد الله المزني؟ بكر بن عبد الله المزني رجل صالح من التابعين. بكر بن عبد الله المزني كان على عرفة، وكان الناس في عرفة بين داع وباك ومستغفر. تخيل شكل الناس الآن في عرفة، كل الناس في خشوع وذل، وهو يمكن أعبد الناس في زمنه. تعرف ماذا قال؟ قال لا إله إلا الله لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم. المشكلة أنني موجود بينهم. شوف التواضع، شوف النفس الطاهرة. مهما عبد الله فإنه يتواضع. لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. لا تقل أنا أصلي وأنا حججت 5 مرات وأنا اعتمرت 20 مرة، خير إن شاء الله. هل تضمن أن الله قبل منك عملا واحدا؟ ما تضمن. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول لو علمت أن الله قبل مني حسنة لتمنيت الموت. هذا زين العابدين. تعرف ليش سمي بزين العابدين؟ ما اسمه؟ علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب. شفت الأسماء؟ علي أبوه من؟ سيد شباب أهل الجنة، القتيل الشهيد. وجده من؟ علي بن أبي طالب، الرجل الذي أحبه الله ورسوله. شوف من أبوه ومن جده. علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، هذا الرجل كان من أعبد التابعين، من سادات التابعين. كان رضي الله عنه إذا توضأ أصفر لونه ونحن قبل الصلاة نضحك. كان إذا توضأ أصفر لونه. قيل ولما؟ ما بالك؟ قال تدرون بين يدي من أقف؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة الصديقة رضي الله عنها ظنت أن قلوبهم وجلة خائفة لأنهم زنوا، لأنهم شربوا الخمر. ظنت هذا الظن من فهم الآية. قالت يا رسول الله هم الزنات، هم أهل الخمور، هم أهل المعاصي الكبائر، يعني الذين يخافون من لقاء الله. قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون يصومون ويتصدقون ويخشون أن لا يتقبل الله منهم.
قلوب نظيفة طاهرة، نفوس زكية يا الله على كثرة عبادتها متواضعة لله عز وجل. زين العابدين قبل الحج قيل له لبي، قبل أن تحج تقول لبيك اللهم حجا، بداية الحج تدخل في النسك. قالوا له لبي، سكت. قال أصحابه لبي، سكت. قالوا لبي رحمك الله، قال أخاف. قالوا مما تخاف؟ قال أخاف أن أقول لبيك اللهم فيقال لا لبيك ولا سعديك، أخاف أن ترد على وجهي. صعب الناس الذين الآن يأتون الكبائر ضامن أنهم من أهل الفردوس الأعلى، يمكن يطوف الصلوات الفرائض ومع هذا واثق من القبول. وأولئك يخافون في العبادات يا الله، يقولون فلبى فأغمي عليه. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، هذا الأهل العبادة. إن عذاب ربهم غير مأمون. أخي الحبيب، رب النفس، عود النفس. النفس كالطفل، علماء النفس يقولون النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس إذا ربيتها على الصلاة صلت، إذا عودتها على الأغاني غنت، إذا حببتها للقرآن أحبت، إن عودتها على الأفلام والسينمات والمسلسلات والجنس تعودت. هذه النفس ألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يوم من الأيام عمر بن عبد العزيز، تسمعون بعمر، قصة مسامير فيها ويبيع. داود يبيع، نعم، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كان يتعبد في النهار يعمل. أين النفس التي تتربى على طاعة الله؟ نحتاج هذه الأيام إلى إيمانيات مرة ثانية، خاصة نحن في هذه البلاد، بلاد الغرب، حياة المادة فقط. نحتاج إلى جلسات روحانية، نحتاج إلى قيام ليل، يصلي الإنسان بعض الليل، يحتاج الواحد إلى فطور، يتواعد مع إخوانه، إيش رأيكم يا إخوان نصوم الاثنين، كل واحد يأتي بطعامه، نجلس في بيت الله نفطر، نصوم الخميس ونفطر مع بعضنا، أو من فطر صائما فله مثل أجره. أنا أدعوكم نصوم الخميس وعلي أنا الفطور، ولا كمثل الأجر يا عبد الله. فرصة نتعاون في هذه البلاد على الصيام، على القيام، على الطاعة، على الذكر. أين رياض الجنة؟ أين رياض الجنة؟ شفت الآن الروعة في هذا المجلس، لما لا نجعلها كل أسبوع في حينا؟ نجمع أهل الإيمان وأهل الإسلام في مسجدنا في حينا، نجلس نذكر الله والملائكة تحفنا، ويقال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نحتاج إلى مثل هذه المجالس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من الاثنين إلى الجمعة عمل وعمل 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 وعمل، من الصباح إلى المساء عمل وعمل وعمل وعمل. أحيانا يتعب الإنسان، النفس تتعب، تحتاج إلى جرعات إيمانية، تحتاج إلى شحنات، تحتاج إلى غذاء الروح والنفس، القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انظر إليهم. هذا الإمام أبو حنيفة لما قال له صبي اتق الله أغمي عليه، وهذا سفيان الثوري إذا ذكر بالآخرة بال دما، وهذا مالك بن دينار قرأ أحدهم إذا زلزلت في مجلسه فظل يبكي كالصبي طوال المجلس، وهذا آخر لما انطفأ السراج ابتلت لحيته دموعا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
النفوس تصفو وتجلو النفوس بالذكر، بالطاعة، بالعبادة. سفيان الثوري يوم من الأيام صلى المغرب في الحرم. تعرفون الحرم المكي، صحن الحرم أفضل بقعة في الأرض، من لم يزرها أسأل الله أن يزورها مرات من المرات. أفضل بقعة على وجه الأرض، من دخلها كأنه يستشعر رائحة الجنة، ويرى كأنه في أرض ليست أرضنا. سفيان الثوري صلى المغرب في الحرم. بعد المغرب الناس تصلي السنن، نوافل، وقت مفتوح مطلق. يقول صاحبه صلى المغرب ثم بعد صلاة المغرب صلى السنة. يقول فصلى السنة فسجد في النافلة، يقول فأطال السجود، يقول فلم يرفع رأسه من السجود حتى أذان العشاء. يتلذذ بسجوده، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يتلذذ بسجوده من المغرب إلى أذان العشاء وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا فيه من الدعاء. المؤمن لا يرتاح ولا يتلذذ إلا بطاعته لربه عز وجل. نحتاج جلسات إيمانية، جرعات. التائبون العابدون الحامدون السائحون. قيل في أحد تفاسير السائحون الصائمون. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. أين هم؟ ليس فقط بأنفسهم، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أين الذين يتفقون على طاعة، مجلس ذكر، على عبادة، زيارة مقبرة، على طاعة صيام ونفطر مع بعضنا، على طاعة دعوة إلى الله، عيادة مريض. سئل أبو بكر، بل سأل النبي الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من أجابهم؟ أبو بكر رضي الله عنه.